السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. النهاردة جاية لكم بحاجة مستفزة سمعتها. كان في حد بينصح حد وبيقوله ان الست بتحب الرجل القوي اللي هو ما بين كل حين وحين بيرنها علقة. فأنا وقفت مبهورة قصاد تفكير الرجل الشرقي. هو مفهوم القوة عندكم القوة العضلية لأي عقل صغير، لأي عيل صغير بأي عقلية، معروفة جدا 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 إن الرجالة البنية العضلية بتاعتهم أقوى من الستات. فيا حبيبي احنا عارفين إن انتوا قويين جدا كقوة عضلية. الست لما بتحب الرجل القوي بتحب الرجل اللي يحميها، ان القوة دي يستعملها ليها مش عليها. مش ان هي تخاف منه. انت بتقول بتحب، حب ازاي يجي مع ضربه وان انا خايف ان هو يضربني؟ في حاجة اسمها احترام. احترمك لما تكون قوي. قوي هنا مش القوة العضلية، مش عايزة اقول لفظ كده بس يعني ايه، بلاش، نخلينا محترمين احسن. احنا بنحب الرجل القوي اللي نقدر نتحامى فيه، ان وقت الازمة الاقيك سندي وظهري وتعرف تتصرف. وقت ما اكون خايفة تطمني، طبطب عليا. ما تخافش بقوتك. القوي ما بيخافش من اللي معاه ان هو يظهر جنبه. القوة مش معناها ان انا امحي شخصية اللي قدامي وان انا اقولها ازاي، ان انا الغي وجوده علشان انا اظهر وابقى قوي. لا، سيبني انا احس بقوتك زي ما انا عايزه. القوي ما بيمحيش اللي قدامه، بالعكس ما بيخافش، بيحترم اللي قدامه جدا، بيبقى سند وظهري له. هي دي القوه اللي احنا نفهمها، هي دي القوه اللي الستات بتحبها. ما بتحبش الراجل اللي اتكالي، ما بتحبش الراجل اللي ما عندوش طموح، بتحب الراجل الذكي، الراجل هي دي مفهوم القوة عندها، ان انا ابقى سند وظهر وذكاء وطموح. اظن ده اللي احنا بنحبه. او اسألونا احنا قدامكم اهو، انتوا بتحبوا ايه في الراجل؟ هنقول لكم بنحب 1 2 3. ما بنحبش الراجل يبقى عبء علينا، بالعكس احنا بنحب نتحامى فيه. الراجل اللي بيدعم نجاح مراته، الراجل اللي بيسقف لها لما بتعمل حاجة كويسة وبيقول لها شابوه، بيقول لها الله عليكي ما شاء الله، كويس، كملي وانا معاكي وانا هدعمك. في امثله كتيره جدا على رجاله ناجحه وقويه وبتنجح اللي معاها، بتخلي الست معاها تنور، تخليها دايما مطمنه ومرتاحه في العلاقه. انما الستات الراجل اللي بيضربها ما بين كل حين وحين، دي حاجه مضحكه جدا. مفيش اي ست في العالم نورمال يعني طبيعيه هتحب العلاقه المستفزه دي. بلاش تخربوا الدنيا اكتر ما هي خربانه. انه واضح ان الستات الشرقيين مستحملينكم بالعافيه، فبلاش يعني سيبونا عايشين كده. يعني بلاش افتكاسات، بلاش التاتشات الغريبه بتاعتكم دي كده. زي ما احنا بلعينكم بالعافيه اساسا يعني. بهزر طبعا، لان في رجاله كتير قوي محترمين، في رجاله عارفين يعني ايه قوامه ويعني ايه ان هم بيبقوا بيحموا الستات. في الحمد لله رب العالمين برضو بيوت لسه مكمله بستر ربنا والرجاله فيها عارفه تبقى رجاله. هو بس كان حاجه كده استفزتني فحبيت اشاركها معاكم. وبرضو قولوا لي يمكن اكون انا غلط، يمكن يكون في نوعيه من الستات بتحب شايفه القوه كده او بتحب دوت، فعرفوني. وربنا يديم عليكم الوفاق والمحبه في بيوتكم كلها. المهم بقى، ايه رأيكم في الملاهي اللي ورايا دي؟ كان هنا في البحر كنت بفرجكم عليه، كان بس كان بالليل وما كانش هينفع يعني ان انتوا تشوفوه. لو وصلتم لهنا ما تبخلوش عليا بالشير والكومنت ولايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.